الصراع الأزلي اللي كان قديما وباقي مستمر بين إسبانيا والمغرب، ولو أنه مغلف حاليا بعلاقات دبلوماسية جيدة، خلى الإسبان دائما محسوسين وخايفين من كل نجاح مغربي. وفي كل مرة كيتقدم المغرب خطوة في مجال معين كيعتبروه خسارة ليهم ومكسب على حسب مصالحهم. آخر فصول هذا الهوس هو تقرير مجلة الإيكونوميستا الإسبانية اللي برز تخوفهم الكبير من تفوق المغرب عليهم في صناعة السيارات والسياحة مستقبلا. التقرير كيقول بأن المغرب قاب قوسين من تجاوز 3 دول أوروبية في صناعة السيارات، وكيظهر فيه بشكل واضح مقدار تخوف الإسبان من تقدم المملكة المغربية في هذا القطاع، وخصوصا من أنها تجاوزهم مستقبلا. فحسب التقرير المغرب ممكن يتحول للقوة الصناعية الأولى جنوب أوروبا، والدور اللي كانت كتلعبه إسبانيا سابقا باستقطاب مصانع السيارات وغيره غتولي تلعبوا الرباط، وغتكون ضربة قاسية لمدريد. والأمر كيشمل كذلك حسب قولهم القطاع السياحي. صحيفة الإيكونوميستا الإسبانية ذكرت بأن الدول الأوروبية اللي قرب المغرب من تجاوزهم في حجم إنتاج السيارات هي إيطاليا وبولندا ورومانيا. التقرير كيقول بأن المملكة المغربية قدرت تستافد من طفرة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الصناعي بالتوازي مع تنامي أرقام السياحة بسرعة كبيرة، وباللي هذا النجاح المغربي كيشكل تحدي اقتصادي كبير لإسبانيا اللي كانت كتعتمد تاريخيا على هاد القطاعين بجوج في دعم اقتصادها. وهنا كيجي التخوف ديالهم من أن السوق الأوروبية اللي كانوا رابحين فيها لسنين طويلة سنة من بعد سنة المغرب غيبدا يرسخ فيها التواجد ديالو، والأرباح ديالو غتزيد بينما أرباحهم غتناقص. الصحيفة الإسبانية الإيكونوميستا كترتكز في استنتاج على تقرير آخر خرج من بنك جي بي مورغان، واللي وصف بها المغرب بأنه نسخة بنفس جودة إسبانيا في التصنيع والسياحة لكن بتكلفة أقل، وهذا الشيء اللي كيخليه يكون أفضل منا في عوامل الجذب في عدة قطاعات، ومن بينها بالخصوص صناعة السيارات والسياحة في السنوات الأخيرة. جي بي مورغان توقع بأن الاقتصاد المغربي غيحقق نمو بنسبة 4% في سنة 2025، ونفس النسبة غتستمر في أعوام 2026 و 2027. هذا الشيء غينعكس على الاستقرار الاقتصادي وغيمهد لتدفق الاستثمارات الأجنبية في بحال صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والهيدروجين الأخضر، وكذلك السياحة والنقل الجوي والخدمات إلى آخره. نرجع مجددا لتقرير الصحيفة الإسبانية اللي كيشير لأن مصانع السيارات في المملكة أصبحت دعامة حقيقية لسوق الشغل في المغرب، وكتشغل أزيد من 200 ألف شخص، في الوقت اللي السياحة كتجيب مداخل سنوية ضخمة وكتشغل قرابة المليوني شخص. والتأثير الكبير هو أن مداخلها كتقلص العجز التجاري بين الصادرات والواردات في المملكة، الأمر اللي كيخلي المملكة في القطاعين مرشحة بشكل كبير باش تجاوز إسبانيا مستقبلا. وهذا الشيء اللي خالعهم خصوصا مع قرب افتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط، واللي غيمنح الفرصة لافتتاح عشرات بل مئات المصانع الأخرى بالقرب منه، وأغلبها غتكون في قطاع السيارات وأجزاء الطائرات، وغينكسر معاه الاحتكار الصناعي اللي كان عند إسبانيا في المنطقة سابقا. المغرب كيستفد كذلك حسب التقرير من عدة عوامل كتعزز من قدرته على تجاوز إسبانيا، أو على الأقل يكون منافس معها. أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتكاليف اليد العاملة المنخفضة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي اللي كيخليه قريب من الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وكذلك عنده بوابة بحرية على أمريكا وأمريكا الجنوبية. هاد المعطيات كلها مقومات خلت الدور ديالو كيتنامى تدريجيا سواء في سلاسل النقل وكذلك الصناعة العالمية، خاصة في قطاعي السيارات والطيران. وحسب التقرير دائما فهو كيشير لأن الناتج الداخلي الخام للمغرب سجل نمو بنسبة 4.8% في الربع الأول من سنة 2025، مدفوع بتحسن القطاعات غير الزراعية وزيادة الطلب الداخلي إلى جانب تراجع معدل التضخم، الأمر اللي دفع عدد من المؤسسات المالية الدولية مراجعة توقعاتها بشأن الاقتصاد المغربي عامة، وخلته يتحط في خانة التصاعد المرتفع. كيزيد التقرير وكيقول أن العجز في الميزانية كذلك في سنة 2024 بلغ أقل مستوى له منذ جائحة كورونا، وزاد تراجع في بداية سنة 2025. وبالنسبة للأرقام فالصحيفة الإسبانية الإيكونوميستا كتقول بأن في النصف الأول من سنة 2025 ارتفعت أعداد السياح بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفي نصف سنة دائما بلغ إنتاج السيارات أكثر من 350 ألف عربة بزيادة 36%
على أساس سنوي. وبحسب هذه الأرقام الإيكونوميست لقبت المغرب أنه مكة في صناعة السيارات داخل إفريقيا، خصوصا مع استفادة الرباط من شراكات طويلة الأمد مع شركات بحال رونو وستيلانتيس اللي عندهم خطط توسع مستمرة، وغيبلغ إنتاج مصانعهم في المملكة سنة 2027 أزيد من 1,000,000 سيارة كل سنة. من جانب آخر، مخاوف التقرير الإسباني طرحت ورقة الاستثمارات الصينية المتزايدة بالمغرب وبقطاع السيارات والبطاريات الكهربائية بالخصوص، بحال مصنع غوشن هايتيك من صنف الجيجا فاكتوري. وكيقولوا بأن هذه الاستثمارات الصينية كتساهم في تضييق الخناق على الصناعات داخل إسبانيا، خصوصا وأن المملكة المغربية قدرت تربع على عدة جبهات اقتصادية ضد الإسبان، منها تفضيل الإدارة الأمريكية للمملكة باش يكون المغرب حليفها الأول بمضيق جبل طارق، كذلك دعم أوروبا والشركات الأوروبية الواضحة لميناء طنجة المتوسط، ومن بعده الميناء الناظور القادم الجديد، إضافة لتزايد تفضيل السياح البريطانيين لوجهة المغربية على حساب إسبانيا، وأيضا الانفراج السياسي في المملكة مع قرب نهاية مشكل الصحراء، واللي غيخلي الرباط تركز بشكل كلي مستقبلا على تطوير الاقتصاد. الإيكونوميست ماشي الوحيدة اللي جات بحال هذا التقرير، بل حتى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس توقعت تفوق المغرب على عدة بلدان أوروبية مستقبلا في حجم صناعة السيارات، وكترتكز في استنتاجها المقدار توسع وانتشار المناطق الصناعية في المملكة، وخصوصا مصانع السيارات وأجزائها، سواء بدعم من الاستثمارات الصينية أو كذلك الأوروبية وحتى الأمريكية. من النقط المهمة اللي كاينة في تقرير كابيتال إيكونوميكس واللي خاصنا نوقفوا عندها، هو أنهم شبهوا مسار نهوض المغرب الحالي بالبدايات ديال النهضة الإسبانية بسنوات الثمانينات، بحيث حتى هي كانت معتمدة بشكل مطلق على صناعة السيارات والسياحة. هنا كاين اللي غيخرج يقول حنا إذا عاد يلاه وصلنا لاقتصاد إسبانيا في القرن الماضي. لا سيادي، حنا كنهضروا على أساسيات وسبل النهضة، وهو الارتكاز على الصناعة والخدمات. وبعيد على هذا الشيء، حتى تركيا في نهاية التسعينيات وبداية الألفينيات خدت نفس المسار واعتمدت على صناعة السيارات والسياحة، بمعنى أن المسار اللي غادي فيه المغرب حاليا صحيح ومزيان، والتجارب ديال تركيا وإسبانيا وكذلك ديال كوريا الجنوبية كيأكدوا هذا الشيء. دابا هاد المعطيات كتعطي للخوف الإسباني طابع الواقعية، حيت أكيد ما غيبغيوش يجي وقت يتفوق عليهم المغرب في المجالات اللي هم متفوقين فيها عالميا. لكن من جانب آخر، حنا واخا غاديين في مسار صحيح، خاص ضروري نخدموا على نواقصنا، نحاولوا ننوعوا ونقنعوا ماركات جديدة، وما نبقاوش كنصنعوا مع رونو وستيلانتيس فقط، وأيضا نحاربوا الفساد والبيروقراطية وكذلك القرارات الارتجالية والمصلحجية، وإن شاء الله غنحققوا المراد. هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لو عندكم أي إضافة أو تعليق خليوا لنا آراءكم وأفكاركم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، دعمونا قدر الإمكان كيف ديما، وفي الأخير السلام عليكم.